آدم طالب هادي قليل الكلام، لكن أرقامه دايما بتتكلم عنه. ما عندوش ذكاء خارق ولا ظروف مثالية ولا حد بيفتح له الطريق. علشان كده قررنا نعمل حاجة مختلفة، ندخل عقله ونشوف بيفكر ازاي. وأول حاجة قابلتنا هناك كانت الهدوء. مش هدوء كسل، هدوء شخص واثق. أول سر في عقل آدم كان التوكل على الله. آدم بيبدأ كل يوم وهو عارف إن عليه سعي وعلى الله النتيجة. علشان كده وهو بذاكر ما كانش مرعوب من الامتحان ولا مهووس بالنتيجة. كان مركز في اللحظة اللي في إيده، في الصفحة اللي قدامه، في السؤال اللي بحله دلوقتي. ومن هنا نكمل الرحلة. السر التاني إن آدم ما كانش بيضغط على نفسه لحد الانفجار. أول ما يحس إن التركيز بيقل يقف، يرتاح شوية ويرجع أقوى. فاهم إن العقل ليه طاقة، ولما تخلص الغصب ما بينفعش. السر التالت، آدم ما كانش مستني الحماس، كان مستني القرار إنه يفتح الكتاب حتى وهو تعبان، حتى وهو مش طايق. عارف إن الفعل هو اللي بيخلق الحماس مش العكس.